السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأبوانات، أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال يقدمه لكم عبد العزيز جوب. أمس الاثنين هاجم مسلحون من أنصار دولوكا أنصار حزب باستيف الذين كانوا في لقاء مع الرئيس عثمان سونكو، وطعنوا الباتريوت علي باجي واعتدوا بالضرب على إسماعيل دافع بعد الاشتباكات العنيفة بين مناضلي دولوكا وعثمان سونكو. وجه زعيم باستيف لباتريوت في مواجهة الصحافة انتقادات شديدة لمدير مطار بلزجان الدولي والمرشح لمنصب عمدة زيغانشور، ويقول: ما حدث أمس جاء من فاعل سياسي ثانوي هزم في مركز اقتراعه. أنا لست مساويا له، معلمه ماكي سال هو معارضي في السياسة، ليست لدينا نفس الطموحات، وأعتقد أن حلمه الأكثر جموحا هو أن يكون عمدة زيغانشور ولن يكون كذلك أبدا. يدين زعيم الحزب الكبير مالي جاكو العدوان الوحشي الذي وقع ضحيته أعضاء باستيف زيغانشور أعمال مغايرة للمسؤولية أدانها مالي جاكو، وبالنسبة له وصلت بربرية القوة ذروتها أخيرا. تسببت قضية الشيخ نياس الذي توفي في سجن كاب مانويل حيث تم اعتقاله في تدفق الكثير من الحبس، ولكن وفقا لمتر مالك سال فإن السنغال دولة قانون وسيتم تحقيق العدالة. تحدث وزير العدل اليوم على هامش ورشة عمل تدريبية حول قانون المجتمع في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ويقول: نحن في دولة قانون، حتى لو لم تسعى زوجته إلى العدالة فسيتم تحقيق العدالة. تأهلت السنغال إلى تصفيات كأس. أصبحت السنغال أول فريق إفريقي يتأهل إلى الأدوار الفاصلة لكأس العالم. كان أليو سيسي وفريقه على مكان